مشاهدينا الاعزاء، مساء الخير واهلا بيكم معانا النهارده وحلقه جديده وبرنامجكم كافيه الشباب، وجوله دايما بنسحبكم من خلالها مع قضايا هامه جدا بتهم كل شبابنا. احنا كالمعتاد من خلال حلقتنا النهارده هنناقش موضوع جديد معا مع شبابنا من اجل قضيه هامه جدا، ولكن ما هي هذه القضيه هنعرفها مع بعض بعد الفاصل. وحبيبي سلامتك، ده طبعا عنوان حلقتنا النهارده من خلال مجموعه من ضيوفنا. هنناقش قضيه هامه جدا، وهي ازاي نحاول نحافظ مع بعض على ارواح المواطنين من خلال حوادث الطرق، وطبعا اللي بيحصل وعدم التزام السيارات او حتى عدم التزام الماره من خلال اشارات المرور والتوعيه بشكل عام، وكثير من الموضوعات اللي هنناقشها النهارده من خلال ضيوفنا. اسمحوا لي في البدايه نبدا مع اول ضيف من ضيوفنا النهارده، وهو المستشار سامي مختار، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لرعاية ضحايا الطرق وأسرهم. أهلا بيك معانا النهارده. ومعانا أيضا الأستاذة إيمان حماد، نائب رئيس مجلس إدارة. أهلا بيك معانا. ومعانا برضو مجموعة من شبابنا، معانا محمد المختار. أهلا بيك معانا يا محمد. يا أهلا وسهلا بحضرتك. ومعانا برضو عبير عزازي. أهلا بيكي معانا يا عبير. وسهلا بحضرتك. احنا طبعا زي ما احنا بنبتدي أول حلقة ودايما بنقول بيبقى مواضيع كتيرة جدا، واحنا موضوعنا النهاردة حبيبي سلامتك، وازاي نحافظ على سلامة المواطنين. لو هنبدأ مع حضرتك سيادة المستشار ونقول ازاي نفهم مع بعض موضوع اللي احنا بنحاول نتكلم فيه النهاردة من خلال إلقاء ضوء على الجمعية. الجمعية ايه الهدف منها، والجمعية انشئت ازاي، والفكرة جت ازاي؟ الحقيقة الجمعية اسمها الجمعية المصرية لرعاية ضحايا الطرق وأسرهم، انشئت سنة 2008. كان أو هدفها محورين أساسيين. المحور الأولاني محور رعاية مصابي حوادث الطرق والمصابين. المحور الثاني محور توعية المواطنين باهداف حوادث الطرق او باسباب حوادث الطرق. تعرف حضرتك حوادث الطرق من الموضوعات المهمه جدا بالنسبه، يمكن بعد الثوره كمان موضوع مهم. الانفلات زاد، الامن زاد. هو كان في ظاهرتين، يمكن هتكلم على ظاهرتين. الظاهره الاولانيه ظاهره ال 18 يوم الاولانيين اللي حصل فيهم الثوره، وكان في انضباط بشكل غير عادي، وده اعطانا امل كبير قوي في شعب مصر ان في يجي منه توعيه. يعني برامج التوعيه تيجي منه قوي قوي. ليه بقى؟ في ال 18 يوم الاولانيين كان في انضباط، وكلنا كنا بنخاف على بعض. سواقين الميكروباص كانوا بيخافوا على السواقين، وبالذات يمكن على طريق الكورنيش على المواطنين. فكان في انضباط او في تكتل كده. بعد ال 18 يوم حصل انفلات بقى رهيب قوي. فالمحور المهم اللي بتقوم بيه الجمعيه توعيه المواطنين باسباب حوادث الطرق. عندنا مشروعين كبار. المشروع الاولاني قلنا احنا نبدا بالاطفال او تلاميذ المدارس. توعيه، عندنا مشروع توعيه تلاميذ المدارس باسباب حوادث الطرق، وده فيه بتساعدنا فيه اكتر من جهه. المشروع الثاني باذن الله اللي هنبدا فيه في الصيف ده، وعايزين كل بقى الجهات المعنيه تكون معانا باذن الله في اسكندريه، اللي هو حمله كيف او بمعنى اصح معا لانقاذ حياتك وحياه الاخرين على طريق كورنيش. ده طبعا يمكن هنتكلم بالتفاصيل اكتر من خلال حلقتنا ان شاء الله. لكن احنا لو جينا نقول يعني الهدف الاساسي من انشاء الجمعيه، هل مثلا كثره حوادث الطرق مثلا؟ يعني يمكن هسالك يا ايمان، يعني شفتوا حوادث طرق كتيره جدا فبداتوا تتعاطفوا، ولا احساسك بان يعني قضيه المرور دي دايما بتؤرق الناس كلها في كل حته، ولا ايه بالظبط؟ لا، هي طبعا ما فيش شك ان احنا في اسكندريه، وحتى يعني خصوصا بعد
توسعه الكورنيش اكيد طبعا كلنا بنعاني منها، ما فيش حد في اسكندريه او خايف على نفسه ما يعديش الشارع من فوق. لا على فكره احنا في طريقنا المطالبه بعمل كباري، لان قال لك الانفاق مكلفه جدا وكده يعني، فالحناء قلنا ايه كوبري ارخص ان احنا نعمل كباري كباري، وطالبنا ان بعض الكباري كمان تكون فيها سلالم كهربائيه على اساس ان كبار السن او التعبانين يعني برضو بنراعي فيها كل فئات الناس، فاحنا مطالبين بيها ان شاء الله، ويعني بنلح في الطلب فيها. هو يعني الطلب حلو والامل حلو. لا والله في حاجات بتبقى، في حاجات على فكره في احنا في الاشتراك مع WHO اللي هي منظمه الصحه العالميه. يعني انا لسه جايبه خبر حالا دلوقتي من الدكتور ايمن الضبع وعلى مسؤوليته الكلام وانا كمان وبتعلنيه اهو. وهو قال لي هتفرج على الحلقه على فكره، وقال لي هو في الاداره العامه للمرور في القاهره، وقال لي ان فعلا وصلت رادارات، وان شاء الله هيكون في طفره جامده جدا هتبدا بطريق الدائري وان شاء الله في اسكندريه. فهو طبعا فكره انشاء الجمعيه من كثره اللي احنا شفناه في اسكندريه، يعني جت الفكره ان احنا فكره فجاه كده جت لسياده المستشار ان احنا لازم نعمل حاجه للناس دي. اولا يعني ان الناس اللي بيجرى لها يعني مشكله على الطريق، سواء كانت بتصاب وتعيش باعاقه او بتتوفى او كده، بيبقى بيسيبوا اسر وراهم خصوصا الغير قادرين. فاحنا عملنا الجمعيه الشقين بتوعنا الكبار اللي هو التوعيه والرعايه. وحتى برضه يا ايمان حتى لو يعني ما جروش حاجه وحشه، ما هو حتى لو بقى كويس ما هو ده برضه دخل مرحله علاج وصرف، يعني المواضيع في حد ذاتها خاصه لما يكون غير مخطئ. يعني واحد الاشاره بقت خضراء بالنسبه اللي هم المره فبيعدي، واحد مستعجل بالسياره بنسبه كبيره بيبقى الخطا الاكبر للسيارات. هو حضرتك على فكره يعني هو النسبه الكبيره في الاخطاء تحس ان هي منظومه متكامله ومنظومه متداخله مع بعضيها، عدم توعيه، ولو قلنا مرور، ولو قلنا عربيات المتهالكه، ولو قلنا الطريق الغير صحيح. يعني طريق الكورنيش ده معمول على انه يكون طريق تنزه، يعني تنزه مفروض ده طريق تنزه، وبتجي لنا الناس من بره عشان تتفرج عليه. ده بقى طريق سريع بيحسب الطرق السريع. فعارفه حضرتك حاجات بجد يعني هي منظومه متكامله على بعضها. ما دي دعوه بقى المزيد من الرادارات في الصيف بالذات على طريق الكورنيش عشان كده يبقى الوضع ايه، لان فعلا لما فعلا السواقين ما بيعدوش الليميت بيقدر يعمل كنترول على العربيه وما بيحصلش اي حوادث بالطريقه اللي بتبقى باشعه دي. يعني احنا المذيعات هنا كانت هتحصل لها مشكله كبيره. وطبعا كل الناس. طيب نقول محمد على فكره على برضه جزئيه بعد ما الاستاذ محمد اتكلم على جزئيه التشريع. لا ما احنا هنتكلم عن التفاصيل اكتر. بس محمد قولي انت دخلت ازاي في الجمعيه دي وشاركت فيها ازاي؟ في البدايه انا احب اشكر حضراتكم والقائمين على القناه الخامسه على المجهود اللي انتم بتعملوه معانا، لان هو فعلا مجهود رهيب جدا. تمام. ويعني زي ما سامي بيه بيقول الاعلام هو ايدينا في التوعيه. تمام. انا اسمي محمد المختار، انا دخلت الجمعيه اتعرفت عليها عن طريق الفيسبوك، لينا الاكونت بتاعها على الفيسبوك اتعرفت عليها عن طريق يعني لقيت الجروب فعجبك. بالظبط كده بالظبط. هو الجروب باسم الجمعيه المصريه لرعايه ضحايا الطرق واثارهم، وانا بقيت الادمن بتاعه يعني. تمام. اتعرفت عليها عن طريق الفيسبوك ودخلت معاهم واتعرفت على المجموعه الجميله ديت، وحبيت ان انا اشترك في موضوع زي ده. هل نقدر نقول من ساعه ما دخلت لغايه دلوقتي حاسس ان انت قدرت يبقى لك دور او تعمل اي حاجه مفيده او حتى ممكن تفيد ناس؟ يعني انا ممكن احكي موقف صغير يوضح هل يا ترى قدرت ان انا اوصل معلومه او لا. احنا من ضمن الشغل بتاعنا ان احنا بننزل المدارس. خدنا مشروع من دكتور احمد جمال الدين موسى، رحنا قعدنا معاه اللي هو كان وزير التربيه والتعليم. مشروع هندخل الوعي المروري في التعليم الابتدائي والاعدادي. ده المشروع اللي كان بيقول عليه بالظبط. المشروع ده اتوسع كمان السنه الجايه هيتوسع اكتر. هو كان المشروع في بدايته 6 مدارس في اسكندريه و6 في القاهره، الحمد لله بقى 21 مدرسه في القاهره. بننزل بنوعي، بناخد من كل مدرسه مجموعه مدرسين على اساس ان المدرس ده بيوعي زمايله وفي نفس الوقت بيوعي الطلبه. فبدانا المشروع هنا في اسكندريه والحمد لله في القاهره وهنكمله السنه الجايه. الموقف اللي انا عايز احكيه ان احدى الطالبات عملت ماكيت كده جميل جدا جدا، عايز اوريه لحضراتكم لو الكاميرا تقدر تجيبه معايا. تمام. الماكيت ده بيشرح احساسها هي مع بعض بالموقف. كده نحاول نوجهه كده. كده صغيره على فكره تعليم اساسي. تمام. يعني في ابتدائي، بنت في ابتدائي. بنت في ابتدائي في مدرسه حكوميه اسمها مدرسه مصطفى ابو هيل. نحاول نشرح بقى دلوقتي. هو معانا على الشاشه اهو الماكيت. تمام. عباره عن بنت كانت بتعدي السكه بشكل خاطئ، اسم المدرسه موجود على فكره على الماكيت كمان. العربيه ضربتها وتوفت البنت او حصل لها حادث. لما من كتر ما البنت متاثره بالموقف فعملته كده. تقريبا بتحكي موقف شخصي ليها، البنت بتحكي موقف شخصي ليها.
يعني اتمنى ان انا بكده اكون قدرت اوصل فكره ولو لطالبه واحده. دي برضه من المدارس اللي مدارس اشتركت حكومية على معانا فكرة واسمها كلهم. مدرسه مصطفى بوهير. دي تشجيع لها، مدارس حكوميه على فكره، ومدارس حكوميه بسيطه جدا. احنا برضه احنا قلنا لازم نخش هي المدارس الفكره ان الحكومية. المدارس يا جماعه اول ما مدرسه بتخلص بيحصل انفجار على طول، بيطلعوا على الشارع. فده برضو التوعيه في الجزئيه دي هامه عشان جدا. كده بدانا في موضوع التوعيه في المدارس، وفي شغل تاني كتير قوي قوي. ما انا هسمع منك اكتر، بس لما اعرف برضو عبير دخلتي ازاي يا عبير، وايه اللي شاركتي بيه من ساعه ما دخلتي لغايه دلوقتي وقدرتي تستفيدي منه؟ بص حضرتك، احنا برضو اتعرفنا على الجمعيه عن طريق الفيسبوك. بس وعجبنا نشاطاتها وكده، وان هي بتعمل انت واصحابك ولا انت؟ ندوات توعيه. انا واصحابي. ندوات توعيه وحملات وكده. فالموضوع كان بالنسبه لنا كان جديد، وكانت فكره جديده. يعني فكره جديده علينا ان احنا نهتم بحوادث الطرق، يعني نبعد بقى عن الحاجات التانية ونهتم بحوادث الطرق. بس في الموضوع عجبني واستمريت فيه. تمام. طب لو قلنا بقى، حضرتك بتقول بالنسبه لجزئيه المشاريع، احنا قلنا جزئين، مشروع طبعا بتاع المدارس ومشروع تاني معانا عشان ايه نحاول نحافظ على الارواح في الكورنيش. نبدا ندخل في المشروع الاولاني اللي هو الخاص بالتعاون برضو مع وزاره التربيه والتعليم واحدى المؤسسات، برضو عشان محاوله ان احنا ننشر الوعي من اجل طبعا محاوله انقاذ العديد من الارواح. تمام. المشروع ده مشروع كبير قوي، واصلا قعدنا مع الدكتور احمد جمال الدين موسى، وحاليا دلوقتي دكتور جمال العربي وزير التربيه والتعليم. الحقيقه في البدايه السنه اللي فاتت قلت له ان انا عايز انا انشر الوعي في جميع مدارس الجمهوريه. يعني حته التوعيه المروريه، وبما معناه بالاصح بقى محو اميه المروريه لدى الشعب، هيبدا من الصغر. محو اميه المروريه سواء كان عند الولاد، سواء كان عند الكبار، سواء عند كله لازم يبقى عنده توعيه مروريه. مش مجرد احنا بنطلع او بنحفظ كتاب بتاع المرور ده عشان نطلع الرخصه وبعدين بعد كده نرميه. لا، ده اللي بيحصل بالظبط. لا، ده حياتنا كلها. المشروع ده قايم على 4 محاور رئيسيه اشتغلت عليهم، وده لاول مره يحصل في مصر. ال4 محاور الرئيسيه اشتغلنا عليهم اللي هو قواعد واداب المرور. المحور الثاني محور الاسعافات الاوليه لانقاذ مصابي حوادث الطرق. المحور الثالث محور البيئه واثرها على حوادث الطرق، وشفنا الكلام ده بعد الثوره برضو، ان الشوارع قد ايه بقت فظيعه جدا، قد ايه المحلات كانت الشارع كله ما بقاش فيه شارع نمشي فيه، قد ايه يعني. طب يمكن انا مش عايزه اوجد لهم العذر، لكن في الاخطر يا سياده المستشار اللي هو يبقى الشارع صغير وجاي عكس الاتجاه، ده خطر على يعني ارواح. يمكن يعني ده برضو خطر. كل الثقافه المروريه. عايزين نقول التكاتك مصيبه مع ان حلها اصبحت دلوقتي في ارقى شوارع مدينه الاسكندريه. حلها بسيط، يعني حلها بسيط جدا. وده طبعا مع مجلس الشعب باذن الله، مع لجنه النقل في مجلس الشعب ولجنه التشريع في مجلس الشعب باذن الله. باذن الله هنعمل تغيير قانون المرور. ويمكن في قانون في تشريع بيتعامل مع وزير الداخليه، تغيير قواعد واداب المرور او قانون المرور. طب التغيير يا سياده المشرطه الهدف فيه التوجيه لايه بالظبط؟ هو التوجيه بلاش تشديد العقوبه جدا، بلاش الحته دي، ولكن هنقول ايه، هنشدد في بعض العقوبات اللي لابد فيها تشديد. يعني بدون قطع كلامك يعني جت فتره بقى مع احترامي يعني ايام العهد البائن، ما قال لو واحده مشيت في طريق معاكس راجل او ست هتتحبس. يعني كان في حاجات لا تقبل. يعني تخيل مثلا واحده دخلت في شارع مش عارفه، انا بتكلم كمان على اعتبار ان كان في حاجات غير مقبوله، لكن العقوبه يعني برضو لازم تتماشى مع الخطا، وفي نفس الوقت تتماشى مع طبيعه الشخص نفسه. طب شوفي حضرتك دلوقتي بتتكلمي على جزئيه ايه. هنا شدد العقوبه في اماكن ما يجيبش فيها التشديد، وفي اماكن تانية سايبها بيشجع فيها. زي ايه؟ زي السواقه بدون استخراج رخصه. لا ده خطر. بدون استخراج رخصه، دي انا باكد عليها، مش بدون رخصه، مش منتهيه وما اتجددتش او كده، في فرق. بدون استخراج رخصه ده لابد فيه يكون عقوبه الحبس. ده لابد فيه يكون عقوبه الحبس ايا كان. ليه بقى؟ ليه؟ لان دي مصيبه كبيره يكون عدم استخراج رخصه. ده بيشجع الاطفال، بيشجع الكبار، بيشجع المتهورين كله على استخراج يعني مع احترامي، ما هو اللي بيسوق توك توك دلوقتي كلهم شباب صغير. معانا بس مداخله من ابراهيم سعد. الو. ايوه. مساء الخير، اهلا بيك معانا. اهلا بحضرتك. اتفضل مداخلتك. لو النبي لو سمحت باختي لو سمحت. اتفضل. الو. ايوه. اتفضل مداخلتك، اتفضل.
بقول لك اختي لو سمحت والنبي. اتفضل. عند كوبري المنتزه، عند أيوة. كوبري المنظره. عند كوبري المنتزه وكوبري المنظره؟ ايوه كوبري المنظره. يعني هو كوبري. طبعا حضرتك شوفي هناك عاملين كشاك. عاملين منشآت كتير، يعني بيبيعوا كتير هناك، وعاملين وقفات ويعني باع الجائلين موجودين هناك بكثره. ايوه طبعا الجنازه عارفه تعدي. تمام. وفي مواقف كتير برضو عند كوبري المنتزه، بيبقى فيه عربيات كتير بقت دلوقتي عامله موقف. صحيح. ولا جنازه عارفه تعدي، ولا العيال عارفين يروحوا المدارس. واخد بال حضرتك؟ ايوه صحيح. وشغل بلطجه. وطبعا قبل كده نزلوا الناس من المشروع البلطجيه وضربوهم بالسيوف وكده، يعني بطريقه مش عارف انا بصراحه الناس الغلابه هتروح فين. صحيح. طيب انا بشكرك على مداخلتك دي. طبعا ده برضه يمكن احد المواطنين او المشاهدين عايزين يقولوا يعني طب دلوقتي الموضوع يا جماعه مش مجرد قانون فقط، لا ده يمكن برضه افتقاد للعنصر الامني له تاثير برضه. يعني دلوقتي مع احترامي اللي بيمشي بعكس الاتجاه عارف ان مفيش حد هيقول له ايه ارجع، حتى لو في ساعتها مثلا ما سحبش رخصته هياخد نمره بعد كده هيبقى، لكن ما بيلاقيش ضابط واقف، ما بيلاقيش. طبعا خلينا واقعيين، هو عسكري او اي حد بسيط ما بيتعاملش معاه، لكن لما بيبقى في ضابط يمكن بيراعي شويه، حتى لو بعد الثوره بقى في نوع من الافلات. بس بيرجعوا بالتدريج على فكره، يعني المرور بيرجع وبقى ملموس دلوقتي حاليا ان فعلا المرور بدا يرجع، بس هو الناس يعني احنا زي ما مش متواجدين على الحريه ففهمناها خطا للاسف وتعاملنا بيها وده بيضر بالناس. طب انا عايزه اسالك بقى يا ايمان دلوقتي بالنسبه للجمعيه اكيد بيبقى فيها متطوعين كتير جدا، هل نقدر نقول برضو زي ما قالوا شبابنا من خلال فيس كلهم بيجوا ولا من جهات مختلفه ولا بيبقى ايه بالظبط؟ لا حضرتك احنا لما نكون مثلا في ندوه احنا بنعمل ندوات في مركز اسكندريه لصحه المراه، لما يكون في ندوه بيحضر فيها شباب كتير جدا وكده فبيحبوا ينضموا للجمعيه عن طريق الندوات، عن طريق الجمعيات، عن طريق الفيسبوك. يعني الندوات بتعتبر يعني ايه بتفرز لكم مجموعه من المتطوعين وبعد كده بقى بيروحوا معاكم. طب انتوا لكم مقر في مكان معين؟ في المنظره، احنا مقر الرئيسي بتاعنا في المنظره، بس على فكره يعني نشاطنا على مستوى الجمهوريه، شغلنا على ارض الواقع، على مستوى الجمهوريه كلها. بالنسبه لموضوع المتطوعين ده كان يعني في برضه طب قول يا محمد. انا عايز اقول لحضرتك المتطوعين اكتر بيحسوا ان هم عايزين يتفاعلوا لما يشوفوا في شغل عملي على الارض، مش لما بس مجرد ان هم يبصوا على حلقه او يبصوا على الفيسبوك او كده، لما يلاقونا فعلا بنعمل حاجه عملي، بننزل الشارع فعلا وايدينا في الشارع، بيبداوا يتفاعلوا معانا. طب نقول بقى بتنزل الشارع بتتفاعل ازاي بقى يا محمد؟ تقول ايه اللي بتقوموا بيه مثلا؟ احنا قبل ما ننزل الشارع طبعا لازم بنكون مدربين ان احنا هنعمل ايه. بنتدرب على مستويين، يعني الجمعيه بتدربنا على مستويين. اول حاجه ازاي ان انا اتكلم مع الناس. طبعا كل انسان وليه اسلوب تعامل غير التاني. طبعا لما اجي اتعامل مثلا مع طفل غير لما اتعامل مع الراجل الكبير، فدي حاجه بنتدرب عليها. تاني نقطه لازم نتدرب عليها اداب وقواعد المرور، وازاي ان انا انقلها للشخص دوت. من ضمن الفعاليات اللي احنا بنعملها بننزل ننظم الشوارع. يمكن ايام الثوره حصلت مشكله كبيره بسبب تنظيم المرور وكده، خدنا مجموعه من الشباب معانا ونزلنا نظمنا الشوارع. لما الشباب شافوا دوت، لما بقيه الناس شافوا ده، بدأوا يجوا معانا. طب انتوا عايزين ايه؟ طب ممكن نعمل معاكم ايه؟ ايه الشوارع هل انتوا برضو بتدعوا بالنسبه يعني ايه نقول في وجهه النظر في مشروع المدارس، هل من خلال المدارس برضو الشباب بتوع اعدادي، الشباب مثلا بتوع ثانوي بتحاولوا برضو توجهوهم بحيث ممكن يبقى لهم هم كمان دور مش مجرد بس وعي؟ لا شيء طبيعي ان هم لازم انا بوعيه بحيث انه يكون اداه لتوعيه بالظبط، مش مجرد ان انا بوعيه عشان هو ياخد معلومه. في اصدقاء بنعمل في كل مدرسه اصدقاء الجمعيه المصريه لرعايه ضحايا الطرق، اصدقاء الجمعيه عشان يتفاعل معاه، عشان يحس ان هو الانتماء منتمي، عشان يستمر. يعني زي ما شفت حضرتك ان هو الشغل اللي عاملينه الولاد، بس طبعا ده بيبقى مره او اتنين وبيقفوا. لا احنا شايفين برضو معاك لوحات كده نشوفها مع بعض برضو. دي طبعا عايزين نحب نعرضها. دي لوحات اطفال صغيرين عاملينها بالظبط. انا حضرتك واسم المدرسه عليها. مدرسه المفروض اسم الاولاد وراها. مش الفكره يعني نفسها في انهم وصلوا ان هم عايزين يرسموا ازاي يعدوا مثلا الاشاره لما تبقى شكلها ايه، يعدوا الطريق. ده برضو ولاد عاملينها. وعارفه حضرتك تفاعل الطفل مثلا ده برضو ايه اهو برضو بيعدي الشارع برضو نفس الحكايه. يعني يمكن حته الالتزام بالقواعد المروريه دي من الحاجات الهامه جدا اللي بتفرق برضو معانا. الفكره كمان لوحات اخرى برضو لما مثلا المدرسه تقول للاولاد اعملوا مثلا لوحه عن حوادث الطرق، تلاقي الام بتشتغل مع الطفل واخواته بيشتغلوا معاه كده، فاحنا نسير المشكله والموضوع نسيره في الاسره كلها. ده يمكن برضو طريقه من
طريقه برضو تعديه مرور. برضو هو ده برضو كله يا جماعه بيوصلنا لنقطه هامه جدا، ان ازاي مع بعض كلكم بتتكاتفوا لهدف واحد، وهي فعلا محاوله نشر الوعي قبل ما تحصل يعني الكارثه الاساسيه اللي هي ايه بالنسبه للاطفال وتحديدا المدارس واللي هم ما عندهمش وعي كافي. عايز تقول حاجه مقولة محمد؟ جميلة قوي قوي بتتقال، يعني انا كنت بسمعها زمان ولسه بسمعها، ما قدرتش افهم معناها غير فترة قريبة. الوقاية خير من العلاج. صحيح. دي مقولة جميلة جدا جدا، وانا كل ما بقدر افهم معناها اكتر. صحيح. طيب انا معايا بس مداخله تليفونيه. الو 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 الو. ايوه ايوه. معلش اسمك مره ألو؟ تانية. ايوه. ايوه اتفضل اسمك مره تانية معلش. الو. ايوه سامع حضرتك. ايوه. ما انا بقول لحضرتك أحمد اتفضل قول درديري اسمك. احمد درديري معك. اهلا بيك، معلش عشان الاسم ما وصلنيش كويس. اهلا بيك يا استاذ احمد، اتفضل مداخلتك. الله يكرمك. لا ماشي. انا سامع حضرتك ومشاهدين سامعين، اتفضل مداخلتك. دلوقتي بالنسبه للي حصل يعني بعد الثوره، أيوة. العمليه ذات يعني الثوره عملت حاجه ممتازه. كويس. فالناس دلوقتي اسلوبها في الشارع ما بقاش كويس. اللي بيبقى ماشيين في الساعه، انا معايا عربيه ليا 4 شهور ما طلعتش فيها، على اساس الناس تبقى ماشيه غلط من يعني اللي بتوع بكوس وبتوع العصافره وبتوع المنظره كلهم قافلين حوالين المرور، والمرور هناك ما بيعملش حاجه، واقف بيتفرج عليهم. تبص تلاقي يا دوبك الشارع واسع، البياعين واخدين نص الشارع، والعربيات المشروع واقف وسط الشارع، تكلمه ما حدش بيعمل حاجه، والناس بقت سلبيه جدا. صحيح. يعني طيب وفي رايك يا استاذ احمد، في رايك يا استاذ احمد يعني الحل ايه؟ الحل لا يعني عايزين نتعلم عن نكون في توعيه، في توعيه في المنزل وفي الشارع وفي العمل. تمام. ده كمان بيأثر على يمكن شغل ناس تانيين اللي هم يعني سائقي برضو المركبات، يعني سواقين التاكسي، دول كلهم برضو بيبقوا عايزين ايه يشتغلوا، عندهم لقمة عيش، فطبعا حاجة زي كده بتعمل إعاقة، ممكن ما يعرفوش برضو يشتغلوا بالسهل، لأن اللي بيجي عكس الاتجاه سواء منهم ملتزم أو منهم غير ملتزم، يعني مش في كل برضو المشاريع نفس الحكاية. أنا بشكرك جدا يا أستاذ أحمد على المداخلة دي. عايز تعلق حاجة؟ ما دي بقى دي الحملة بقى، يعني بالنسبة للمشاهدين اللي بيعملوا مداخلات والتعليق كويس قوي ان هم شايفيننا. ما هو دي الحمله بتاعت اسكندريه على فكره، احنا شغلنا على مستوى الجمهوريه كله. ولكن السنه دي باذن الله في الصيف بتاع السنه دي هنركز شويه على طريق كورنيش اسكندريه. دي بقى حمله معا لانقاذ حياتك وحياه الاخرين على طريق الكورنيش. بكلمه ده لسه هتبداوه دي خلاص، يعني احنا بنخطط. انا خطبت انديه الكورنيش، سواء كان نادي المحامين وعدنا ان هو هيديني مقر هناك، نادي التجاريين لسه في مفاوضات، نادي الاطباء المهندسين، عشان الشباب اللي معانا باذن الله. انا خطبت برضو الدكتوره نجوى خليل وزيره التامينات. هي برضو مشكله ان بيبقى في الصيف يا جماعه حوادث بتبقى اكتر. ايوه لان يعني الوضع مع المصطفين والكلام ده بتبقى اخطر كتير جدا. طب احنا هناخد مداخله من ساره. الو مساء الخير، اهلا بيكي يا ساره. اهلا بحضرتك، مساء النور. مساء النور. هو انا كنت عاوزه اتكلم في نقطتين بس. اتفضلي. نقطه لسه حضرتك بتقولي عليها موضوع الصيف وكده، ان في انفاق كتير قوي قوي على البحر بس ما حدش بيستعملها، يعني من اول ما ابتدى على مسافات بعيده شويه يا ساره، خلينا برضه واقعيين. تمام، انا مع حضرتك، بس يعني مهما كانت المسافه بعيده مش هخاطر بحياتي، يعني عشان خاطر كده. حضرتك فاهمه ازاي؟ دي نقطه. النقطه الثانيه عند اسم المنتزه. أيوة. في الساعه كنت راكبه ميكروباص من حوالي اسبوع او 10 ايام. فسواق الميكروباص دخل بطريقه سوري يعني غبيه شويه، عكسيه، بطريقه مش عارفه، هو دخل بطريقه غريبه كده، لف بطريقه غريبه. ففي واحد امين شرطه واقف قدام باب القسم، فبيبص للسواق قوي. فرد السواق قال له ايه، مش عاجبك ولا ننزل ندغدغه لكم تاني؟ حضرتك فاهمه ازاي؟ طبعا فاهمه. يعني ما بقاش في احترام كده زي الاول، او الشرطه فقدت هيبتها. هو طبعا المشكله تكمن في ايه يا ساره؟ ان في فرق بين واحد مخطئ وناس بدات تقول انا عايزه حقي من المخطئ، وفي فرق ان الناس اخذت الحامل بالنابل زي ما بنقول، اللي هو دلوقتي ناس كتير جدا بيعملوا نوع من البلطجه بمفهوم ان انا لو حد جه جنبي انا هبلطج. في فرق ان انا ماشي في سكتي ويجي حد يقف قدامي يبقى انا مش مخطئ، وفي فرق ان انا ماشي عكس الاتجاه وبعمل تصرفات خاطئه تاذي الاخرين وبقول انا هكسر لكم المكان ده لو مش عاجبك. هنا بقى اللي لازم يكون في وقفه، والوقفه مش في الامن بس، لا احنا كلنا. يعني لو لقى سواق زي ده ان كتير من العربيات مش عاجبها ونزلوا كله، بس المشكله الانفلات برضو الامني يعني وعدم التواجد الامني ده بيشكل ان هؤلاء النوعيه من الناس بتزيد اكتر
فعايزه اقول لك ان هو المرور يعني حوادثه بقت اكتر واكتر. انا بشكرك يا ساره جدا على المداخله. هم اللي بيزيدوا طب ضعف تعليق. النفوس. ايوه اللي بيزيدوا هم ضعف النفوس، يعني الانسان الجاهل الغير متحضر هو اللي بيزيد في ان هو يعني يستخدم الحريه خطا. المفروض يعني احنا بنفهم كلنا ان احنا حريتي زي ما احنا المقوله اللي بتقال تنتهي عند يعني في حدود حريه الاخرين. انا عايزه اعرف تعليقك على المكالمه دي ايه يا حبيبي؟ نعم. يعني شايفه سمعتيها هي برضو، يعني هنقول مثلا ايه انسه او حتى فعلا. سيده زيك بتقول انا ركبت وحصل كده. طب يعني حاجه زي كده يعني البنات برضو لما بيركبوا مثلا المواصلات او حتى المشروع او حتى التاكسي او اي حاجه بيتعرضوا لحاجه زي كده بيبقوا قلقانين لان ممكن تحصل نوع من الايه؟ طبعا غلط جدا. الخناقات او ده فيعني اي حاجه. هل انت تابعتي حاجه زي كده وتعرضتي لحاجه زي ده كده؟ على طول على طول. كل المشاريع على طول طبعا بتمشي عكس الاتجاه وبيبقى ماشي غلطان وعارف ان هو غلطان. عشان كده هو بيواجه، يعني هو بيعرف انه غلطان عشان كده ايه كان يعني عنده حق. طب وما فيش اي تفاعل من اللي جاي في اتجاه صحيح؟ ما هو اللي جاي في اتجاه صحيح بيتكلموا والتاني بيرد اكتر، فالموضوع يعني بيتوقف في الشارع. يا اما ينزلوا يبقوا الاثنين خناقه. وبعدين انا عارفه اللي هو ايه، خلاص انت يعني رايحه مثلا هتتاخري على شغلك فخلاص امشي وخلاص. يعني عدي طريقك وخلاص، يعني خلصوا الموضوع ده بسرعه عشان احنا نعدي. مشكله عبير يعني، ما دي مشكله كبيره يعني جدا. هل مثلا الحل في التواجد امني اكتر تواجد ضباط، ولا برضو زي ما هي يمكن ساره قالت يعني امين الشرطه بيبص له، هل هو مثلا شايف ان امين الشرطه مش كفايه، ولا لو ظابط برضو هيقوم بجح عشان يقول انا مثلا عملت طبعا مع فلان او يعني احنا ما بنقولش على الناس كلها، لا في برضو سواقين محترمين وفي سواقين بيتعمدوا دلوقتي انهم يتطاولوا بحجه الثوره. يعني مع احترام يعني مفهوم مختلف تماما. المفروض اللي حصل كانوا الركاب نفسهم كانوا كلموا السواق ده بطريقه مش كويسه او كانوا زعقوا له او كده او كانوا نزلوا، عارفه كان ساعتها كان هيحس ان هو غلطان. بس مش كان الناس مع ظروف الحياه ما بيصدقوا يلاقوا مواصله. ما انا بقول لحضرتك بيصدقوا المواصله عشان يوصلوا، عشان كده بيتغاضوا كتير عشان كده بيتمادوا زياده. عايز تقول حاجه يا محمد؟ النقطه دي بالذات يعني احنا عايزين نقول ان احنا مش بس بنوعي السائقين او المشاة، لا احنا بنوعي المجتمع ان هو ازاي يتعامل مع الخطا. بالنسبه لتوعيه السائقين على فكره احنا كان لنا كان في ندوات او كده مع كده شركات البترول، بلاش اقول اسمها. لا طبعا. وهي العامه نقل وكال. وهي العامه نقل وكال دي دخل معانا سياده اللواء شيرين وعملنا توعيه للسائقين هناك وكانت عاجباهم جدا واثمرت. يعني بقول لحضرتك احنا بننزل الارض الواقع. يعني احنا مش عايزين شغلنا يبقى كله مؤتمرات وكله ندوات وكده، لا احنا بنحب ان احنا ننزل الارض الواقع، ننزل للاطفال نديهم كتب تلوين زي ما حضرتك شايفاها كده برضو مع بالاشتراك مع احدى الشركات. يعني كتب تلوين يعني بتشجع على ايه؟ ان نتعلم بقواعد المرور. كلها قواعد مرور وفيها فكره فيها طرفه وفي نفس الوقت يعني دي اول مره تنزل في مصر برضو، وتعليم قواعد واداب المرور. بتقريبا اللي هو اسمه دي عباره عن طب ممكن بس واحد بس يكلمني واحد بس. اشرح انت يا استاذ محمد. ده برضو اداه من ادوات التوعيه بتاعتنا. خليها بس عشان نجيبها مع بعض الكاميرا طيب تبقى معانا كده. انا ماسكها. دي اداه من ادوات التوعيه عباره عن فيلم كرتون. الشاشه كده لو جايباها معايا خلاص. مكتوب قضية الإشارة الخلفية عند الدخول يمين. تمام. والطرفة بقى بالظبط كده. الطرفة هنا بتقول العبارة في الذوق والسواقة بهدوء. ده عبارة عن فيلم كرتون لعلاء والمصباح. ده سي دي. بالظبط دي في فيلم كرتون لعلاء والمصباح. ده عشان يعمل نوع جذب للاطفال. ده في 10 دروس من خلال قصه. بالظبط كده. السي دي ده فيه 10 دروس. كل درس بيتكلم عن قاعده معينه من قواعد واداب المرور. مثلا الانوار الخلفيه، الاشارات، ازاي تستعملها. بعد ما الطالب يتفرج على الدرس يبدا يلونه هنا. بكده الدرس يثبت في ذهن الطالب وما ينساهوش ابدا. بقواعد المرور. جميل قوي. ده طريقه فعلا اللي هي يعني نوع من ايه استخدام بالظبط كده. يعني والالوان بتاعتها ومسموعه وعامل جذب من خلال الالوان برضو شيء جميل جدا. الالوان معاها بنستخدم كل الحواس. جميل جدا. طب احنا معانا بس مداخله من صلاح. الو السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا بيك معانا. معاك صلاح من العجمي. اهلا وسهلا. اتفضل مداخلتك. الاول انا شغال سواق في الطريق العجمي. اوكي. بالنسبه الو. ايوه سامعاك. بتقول انت شغال سواق في طريق العجمي. طيب اخبار المرور عندكم ايه؟ احنا داخلين على مصيف وداخلين على شم النسيم. يعني زحمه هتزيد. لا انا بقول لسيادتك تعالوا اتفرجوا على طريق العجمي. يعني بالنسبه لبقعين الجائلين مبهدلين الدنيا، مفترشين على الجنبين بشكل كبير. في طريق الارضيه عند السوق هناك. احنا داخلين، احنا هي ثوره 25 يناير خلفت بقى جائلين وبلطجيه.
يعني ثوره 25 يناير خلفت لنا احنا بقى عين جائلين وبلطجيه. هو طبعا احنا جزئيه الباعة الجائلين دي احنا كذا مره قلنا ان يعني او ناقشنا وقلنا ان احنا نتمنى ان المحافظه تتبنى مكان الباعة الجائلين كلهم يبقوا موجودين فيه، ومن خلالها الناس تروح تشتري احتياجاتها من المكان ده، على اعتبار ان هم فعلا ناس عايزين يكسبوا رزقهم ومش عارفين، ولكن ما يعملوش اعاقه للشوارع. طب دلوقتي عايز اعرف منك برضو حاجه مهمه بالنسبه للمرور، هل في حوادث في العجمي دلوقتي في منطقه العجمي كتير بالنسبه للمرور، وفي سير عكس الاتجاه كتير؟ في ياما سيادتك، هم الصبح بيبقى في تواجد امني الصبح. فما بيبقاش في عكس الاتجاه ولا اي مشاكل. بالنسبه من بعد الساعه 5 مفيش تواجد امني بالنسبه لهم، وبقى ازدحام شديد. ازدحام شديد جامد. واحنا داخلين على الصيف وداخلين على شم النسيم، على النسور، الحاجات دي بالذات احنا بنتمنى يعني المتابعه الميدانيه دي تبقى شغاله معانا، المحافظه تبقى شغاله معانا. يعني الاصول يعني مش مجرد ان انا انزل بازاله، انزل يوم واسيبها ثاني يوم مع حد تاني. لا ما هيشيل النهارده هيرجع تاني بكره. وبرده يعني معلش اخ صلاح، انا برده عايزه اقول لك حاجه. انا طبعا كلامك انت صح، فعلا دول بيعملوا اعاقه في الطريق، ولكن برضو لو فكرنا في حاجه ان في ناس قالت دي سكه ان انا ابدا استرزق، فاحنا برضو الحل البديل ان احنا نوجد لهم الاماكن اللي يروحوا يعملوا فيهم التجاره البسيطه دي، ولكن من غير ما يعملوا اعاقه للمرور. يا فندم في اماكن، في اماكن بالنسبه لهم. عندكم اماكن في العجمي؟ في اماكن بالنسبه لهم، بس هم يعني بيستقربوا السكه، لان الجمهور بيبقى ماشي على طريق اسكندريه. انت تقصد هم مش يعني شايفين ان ده انسب لهم في البيع والتجاره. هو هيبقى متداخل، لا هم عايزين بره عشان خاطر الناس بقى رايحه جايه في الشارع. فتجذبها حاجه فتقوم تشتري بقى اكتر. ايوه، عشان يقول لك ايه، انا اقرب منه يشتري منه، ده يقول لك انا اقرب منه يشتري، فالشارع بيتدمر. طيب بس الازاله بتبقى يعني نوعا ما بتشيل الحاجه، ولا فعلا زي ما انت بتقول يوم ويوم؟ طلعت يوم من بعد الثوره، يوم واحد. يوم واحد من بعد الثوره، وبعد كده مفيش حد جه. لا ما خلاص بعد كده ده اكيد بقوا محلات، مش بقى جائلين، بقوا محلات. كله دلوقتي زي ما حصل، اللي هو خالد قاعد في المكتب ما بينزلش، المتابعه بتاعته برضك ما تنزلش. احنا عايزين متابعه المحافظ ذات نفسه يا ريت تنزل. احنا عامه بنشكرك على المداخله دي، وفعلا ادينا سمعنا اللي بيحصل عندك وعرضنا وجهات النظر، ونتمنى لو في اي حد له تعليق او حد من المسؤولين فعلا ان هو يبدا ياخد خطوه، بالذات في منطقه العجمي من كتر الباعة الجائلين. وهي مش العجمي بس على فكره، هي مناطق كتيره جدا، محطه الرمل بقت في شارع لاجيتيه بقت، بس يعني المواضيع الاول كان بشكل مبسط، دلوقتي بقى يعني تكاد العربيات بتمشي في الشارع من كتر الزحمه بتاعه يعني باعة الجائلين. واحنا برضو بنرجع نأكد نقول ان لازم نوجد لهم اماكن، واماكن تعمل نوع من الجذب للي هم المره عشان خاطر يروحوا يشتروا منهم، لان اكيد هم برضو عايزين يشتغلوا ويكسبوا، ولكن بشكل يتماشى مع المجتمع من غير ما كل واحد يحاول يشوف مصلحته وما يراعيش الاخرين. فاصل ونواصل مشاهدينا. لاقي فين ناس طيبين يشيلوك من الارض الشيل، هتلاقي فين زي الحسين، وفين هتلاقي نيل، وهتسمع فين كلمة يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل، إلا في حضنها. الحبيبة والله عيبة لو ما نحكيش عنها، في الأصل طيبة ومش غريبة، طيبة تبقى في اسمها، وإحساسنا الحبيبة والله عيبة لو ما نحكيش عنها، والله من
مشاهدينا مرة تانية على هوا مباشرة. وطبعا الجمعية المصرية لمحاولة طبعا الحفاظ على الأرواح من خلال رعاية أسر ضحايا الطرق وضحايا الطرق نفسهم. ومعانا مداخلة تليفونية من أحمد. ألو 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 أيوة مساء الخير، أهلا بيك. يا أستاذ لو سمحت والله أنا ليا عتاب على الأستاذ رئيس القناة قناة الخمسة على أساس إن هو عامل خط واحد. يا جماعة أنا بقالي نص ساعة بتصل. والله يعني طيب احنا هنوصل له العتاب ده، واحنا يعني سعداء انك وصلت لنا. وبالنسبه للمرور اتفضل الله يخليك. الله يعزك. شارع دربالة اللي هو عند شركه البلاستيك ده شارع كبير اللي هو بيودي على النفق. الشارع دوت مساحته يمكن اكتر من 30 متر وشغال اتجاه واحد. ازاي طيب ما نخلوه اتجاهين يا جماعه؟ الناس بتاعت المرور ديت يعني برضه تبص على المضائق وعلى الحاجات الصغيره ديت تبص عليها، لان الشارع ده 30 متر الناس بتيجي تهرب من الشارع. انا برضه ساكن في نص. هو من يوم اتجاه واحد ولا مؤخرا بقى اتجاه واحد؟ اتجاه واحد حضرتك نازل على النفق. في حين ان هو المفروض هم كانوا عاملينه اتجاهين. يعني احنا برضه كان ناويين عند عربيه وبنهرب من شركه البلاستيك لما بنروح على الساعه طريق الساعه اللي هو شارع الجلاء، بنهرب من شركه البلاستيك ونيجي نخش على هذا الشارع نلاقيه طبعا يمين ما فيش، في حين هو كله نازل على النفق. فانت بتشوف يبقى في زحمه عشان بعد كده كل واحد ياخد اتجاهه. يبقى ده شارع كبير جدا يعني لغايه 60 متر ولا 45 متر. طب واخبار حوادث الطرق في المنطقه دي ايه؟ حضرتك في جزيره في النص، يعني في جزيره في النص. الجزء اللي هو على الشمال دوت خد بالك المحلات واخداه اللي هو بتاع الجبس والقهوه وفرشين وقاعدين اخر انبساط وماشيين نص الشارع بس. نص الشارع بس. هو في حين هو معمول من الاول اتجاهين. يعني برضو المشكله الاساسيه اللي هو الانفلات الامني دلوقتي ما بين يعني في بعض الناس بقى جايين لا دلوقتي المحلات بقت تاخد 3/4 الطريق، ويعني الطريق بدا يقل برغم انه اتجاه واحد كمان. حضرتك بقول لحضرتك حاجه، انا راجل مواطن وانت مواطنه. دلوقتي عصايه بتاعه الشرطه اتكسرت، مفيش حد بيخاف من الشرطه. انا بقول لك صراحه مفيش حد بيخاف من الشرطه. انا لا هو يعني ثانيه واحده، هي مش مساله خوف من الشرطه، هي التزام بالقوانين. ماشي. وعصايه الشرطه اتكسرت. بص حضرتك لسه في واحد متصل دلوقتي وقال لك امين الشرطه اللي هو قدام اسم المنتزه حصل كده كده كده. بل انا اقول لك اكتر من كده، في واحد كل يوم الصبح بيروح يشتمهم. ايه راي حضرتك؟ بيروح بالسمع قدام الاسم يروح يشتمهم ويروح. بيشتمهم انا بقول لك بيروح يشتمهم ويروح. ده هنقول ايه بس؟ يعني مش عارفه اقول لك ايه، لا تعليق يعني مش عارفه اقول لك ايه صراحه. طبعا الشرطه كده محرم بنيجي على الشرطه كده. الله يعني الحكومه لما تيجي تمسك على الناس وتضربهم وتبهدلهم وتخليهم ماشيين عادل يعني ولا ايه؟ لازم دي من انفسنا يا جماعه، من انفسنا. حد منكم عايز يعلق على كلام ولا حاجه؟ طب انا بشكرك على مداخلتك، شكرا. هو يعني انا كنت عايز اتكلم على قصه او موضوع السائقين الميكروباص وسائقين التاكس وسائقين النقل اللي في الحقيقه اللي في شقين. الشق الاولاني الطائفه دي المجتمع المفروض يحس بيهم، دي اول حاجه. يعني ايه يحس بيهم ويحس بيهم ازاي؟ دول ناس يعني زي ما بتقول يوم بيوم، رزقهم يوم بيوم. مش هما بس يا ست المستشار، ده ناس كتير رزقهم يوم بيوم. لا انا بتكلم على شق تاني، على شق بتوع السواقين. الجزئيه اللي عامله مشكله في المجتمع. فلا بد ان احنا اجتماعيا نهتم بيهم، ده اول حاجه. وطبعا الجمعيه في سبيلها للموضوع ده وسبيلها ان هي انتوا بتعملوا نوع من بتعمل لهم شيء عمل نقابه، عمل حاجه نسعى لعمل نقابه مع المجتمع مع المجتمع كله ان احنا. طب ده الشق الاولاني بحيث ان هو ده حاجه كويسه ان انتوا تحاولوا تفكروا فيهم وتعملوا لهم حاجه تجمعهم وتفيدهم. لما هيبدا يحس بالامان، واخد بال حضرتك ازاي، هيبدا يلتزم شيئا ما. الشق الثاني اللي هو شخصيه العقوبه. يعني ايه شخصيه العقوبه؟ ميكروباص زي ما قلت لحضرتك، وسواقين النقل وسائقين الاجره، كل ده سائقين بيبقى باليوم طالع على العربيه. مش شرط بتبقى بتاعته، ساعات بتبقى بتاعته، ساعات بتبقى بتاعت حد. ده غالبا بتبقى مش بتاعته. فهو بيعمل مخالفه وسائق والمالك العربيه هو اللي بيدفع العقوبه. وبكده ما بيتحققش الردع. يعني ايه ما بيتحققش الردع؟ الجزاء في القانون اتحط عشان الردع، مش عشان ان انا الم فلوس تحصيل فلوس. فانا لو انا طبقت هذه العقوبه على السائق نفسه طبعا المفروض اكيد هتردع. يعني دي وجهه نظر فعلا. وده اللي احنا بنطالب بيه المرور، ان هو يطبق شخصيه العقوبه، مبدا شخصيه. طيب انا برضو عايز اعرف بالنسبه لشبابنا، عايزين نتكلم عن نقطه هامه جدا وهي ورش العمل اللي انتوا شاركتوا فيها من بدايه انضمامكم للجمعيه، بس بعد المداخله دي من محمد. الو السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بيك معانا. اهلا بحضرتك. كنت عايز اتكلم بعد اذنك في نقطه كده معينه. اتفضل.
بالنسبه لموضوع السائقين وبالنسبه لموضوع الميكروباصات، في نقطه النهارده السواق لما بيجي يحمل، ربما كنا خارج الموضوع، لكن النقطه دي على فكره صعبه. المواطن البسيط اللي هو محدود الدخل بتاعه يكاد لا يتعدى الى 20-30 جنيه. اللي هو بالنسبه النهارده السائق لما بيطلع من الموقف اللي هو بيحمل منه، الموقف الخاص بيه، بيحمل لحد مكان معين وبعدين بيبدا ينزل الركاب ويحمل ركاب تانيين لحد ما يكمل خط السير بنفس السعر برضه، مفيش حد بيتكلم معاه، مفيش اي مخالفات رادعه. فالنهارده لما نيجي نتكلم عن ازمه زي دي، قبل ما نحل موضوع الشارع، لان النهارده لما بلاقي واحد بيفرض نفسه على الشارع بيفرض نفسه على الدوله، وفي نفس الوقت وفي الاول وفي الاخر بيفرض نفسه عليا، لان الجهد ده بيطلع جهد مني ومن حضرتك ومن الاساتذه الافاضل، كلنا في مركب واحد، كلنا في دايره واحده. فالنهارده احنا بنتكلم في نقطه ان الاحكام اللي لازم توضع للناس دي لازم يبقى ليها ضوابط، لازم يكون السائق اللي ماشي له حاجه ترجع له، ليه حكم يرجع له، في نفس الوقت لما يحصل اي خطا او يحصل اي امر ارجع لاداره تجيب لي الحق اللي انا مش قادر اجيبه بنفسي. النهارده طبعا انت كلامك يعني صحيح 100%، وفعلا وجهة نظرك يعني محل فعلا يعني نقاش، لكن انا عايزه اقول لك ان المشكله تكمن في برضو الانفلات الامني وعدم وجود نقدر نقول التواجد الامني بشكل كافي، فما بقاش فيه مع احترام يعني تمام. رعايه واعتبار زي ما انت بتقول، بيعلي اذا كان الفلوس، اذا كان هنزلهم في نص الشارع واللي مش عاجبه وريني هيعمل ايه. يعني ده برضو يعني النتيجه ان الناس بتخاف تتعامل معاه علشان خاطر بيحصل نوع من البلطجه. طيب انا اقول لحضرتك على حاجه، يمكن صوره من صور البلطجه، يمكن برضه خارج نطاق الموضوع، لكن هي كلها مشاكل بتتعبنا احنا، الانسان المصري، وانا من شعب الاسكندريه. انا بقول لحضرتك انا ليا قطعه ارض جنبي، حته ارض حوالي اكثر من 4 فدادين، نزلوا شويه بلطجه من بعد الثوره، اخذوا الارض قسموها وعملوا عماير، الشقه فيها لوحدها عامله 160,000 جنيه من غير ما يدفعوا 1000 جنيه ولا يدفعوا جنيه واحد للحكومه، وارض وزاره الداخليه. الكلام انا لما بشوفه وغير اللي ما بيشوفه، لما بيطلع نقول كلمه حق بنلاقي سيوف بتتفتح قدامنا، بنلاقي امور اساسا لو اتكلمنا فيها ممكن نفقد ارواحنا. فاحنا النهارده لما نيجي نتكلم عن الانفلات الامني اصبح مشكله بتتعب الانسان في حياته، في لقمه عيشه، في مسكنه، في بيته. لما بنيجي النهارده بنتكلم احنا اثبتنا، انا بقولها كلمه واعلم اني سوف احاسب عليها، ان عصر مبارك على قدر الفساد الذي كان فيه، ولكنه كان هناك بعض الصواب الذي كان لابد ان نحترمه. امور بالنسبه للامور الداخليه التي كانت تتعامل مع بعض الذين يعتدون، لما نيجي ندور على السجون النهارده اللي كانوا موجودين فيها دلوقتي موجودين في البلد بيفعلوا كما يريدون، لما يخش لي النهارده واحد في قلب بيتي بحجه ان هو بيدخل لي انبوبه وفوجئ انه بيطلع سلاح وبيثبت اهل بيتي ويعملي اللي انا عايزه، يا اما هخليه يبص على الارض. فالنهارده الانفلات الامني ما بقاش مرتبط بالشارع بس. هو زي ما طبعا يعني انا بحترم رايك جدا وده فعلا صحيح، والانفلات ده له تاثير كبير جدا، وطبعا لك وجهه نظر حريه الراي انك تقول العهد اللي فات يمكن كان الوضع فيه شايف انه كان على الاقل فيه سيطره، ولكن اسمح لي الاول اشكرك على مداخلتك دي وناخد تعليق سريع من ضيوفنا. لكن انا برضو احب اقول ان يعني مش عايزين نعمل زي ما احنا بنقول ايه، نحط راسنا في الارض زي النعامه، بمعنى بدل ما الامور ماشيه ومسيطرين على الناس يبقى خلاص يبقى كده كويس. لا، طب ما هو كل حاجه ليها تبعاتها، زي ما الثوره كان ليها مميزات كان ليها برضه عيوب، ولكن خلينا واقعيين هي يمكن طولت شويه بشكل غير طبيعي. دلوقتي بقت كل الناس بتتبجح بامور شديده جدا، الواحد ممكن يعني عشان خاطر 10 جنيه ممكن يقتل. يعني يمكن ده من الحاجات اللي احنا بنرجع نقول يعني مهم جدا ان احنا بندعو للتواجد الامني وترجع تكثيف التواجد الامني، مش مجرد كام ساعه وخلاص. لا، احنا عايزين التواجد الامني زي ما كان موجود قبل كده والاكثر كمان، ولكن بشكل فعلا يعمل نوع من الحب والالفه ما بين الشرطه وما بين طبعا الشعب. اخد تعليقك برضو. هقول كومنت عجبني قوي من حضرتك، حاجه كده يعمل نوع من الالفه ما بين الشرطه والشعب. احنا في مشروع من ضمن مشروعاتنا، وحضرتك قلتي برضو ورش العمل، في من ضمن مشروعاتنا مشروع اصدقاء الشرطه، ان احنا بنحاول ان احنا نجمع مجموعه من الشباب اللي هم يحاولوا يوصلوا فكره ان الشرطه دي مش بس مش راجل جاي يبتزك، لا، ان هو بيحاول يساعدك، وفي نفس الوقت نوصل للشرطه ونأكد لهم دور ان انت دورك ان انت تخدم راجل الشارع ده برضه. طب نقول لعبير بالنسبه لورش العمل، هل انت شايفه ان لغايه دلوقتي كم الورش اللي تابعتيها قدرتوا ان انتوا فعلا تنشروا الفكره بشكل افضل مع كل الناس اللي اتعاملتوا معاهم من خلال المدارس بقى ومن خلال المشروع اللي بيجمع ما بين المؤسسات ووزاره التربيه والتعليم؟ طبعا احنا عملنا ورش عمل في اكتر من مدرسه، وان شاء الله يعني هنعمل ورش تانية باذن الله، بس اللي احنا حققناه كان جزء كبير جدا. فكنا بنعمل ورش عمل في مدارس،
والولاد كانوا بيعرضوا الحاجات اللي عملوها، وفي كذا مدرسه كان عندهم مدينه مروريه مخصصين مكان في المدرسه اصلا يعني للجمعيه يعني ده لينا وشغل الجمعيه وكده. هم حسوا بقيمه الموضوع، يعني حسوا ان الموضوع مهم جدا، فكانوا عاملين مدينه مروريه وكده. وكانوا الولاد اللي كانوا موجودين كان اشطر، كان الولاد اللي هم عملوا احسن عمل وكده كان بيتقدم لهم جوائز، كانوا بياخدوا كراسات تلوين، بياخدوا سيديهات، الحاجات نوع من التشجيع والحوافز. نوع من التشجيع فعلا. طب لو قلنا ست مشترين، لو عايزين نشوف بقى الخطه المستقبليه اللي انتوا بتحاولوا تعملوها للحد من حوادث وضحايا الطرق. الحقيقه لو قلنا العام الدراسي 2011 2012 كان بداية نزول المدارس الفعلية، وطبقنا الموضوع ده على 6 مدارس في اسكندرية و21 مدرسة في القاهرة مع جهات عديدة. الخطة الجاية بإذن الله السنة الجاية هتبقى 100 مدرسة في اسكندرية و100 في القاهرة و100 في البحيرة. ده اللي فعلا هننزل فيهم فعلي زي ما نزلنا، وبنشتغل بنظام التريننج، بندرب المدرسين عشان يوعوا التلاميذ، وبنظام الحملات الشاملة بإذن الله. مع الموضوع ده السنة اللي هو عام دراسي 2012 2013 هيبقى فيه برضو منشورات على مستوى الجمهورية كلها، زي منشور مثلا التزام اسبوع حملة السرعة المقررة على الطريق، دي حملة بتبقى على مستوى الجمهورية كلها. هينزل المنشور بتاعها في جميع المدارس، والوزاره بتوزعه على جميع المدارس بحيث ان هم يشتغلوا، كله يشتغل معانا ومع مجاميع، يبقى كله في توقيت واحد. بالظبط. مجموعات اللي هي مجموعات لاصدقاء الجمعيه المصريه لرعايه ضحايا الطرق، وهنطلع لهم باذن الله كارنيهات كده، كارنيهات يعني هتعملوا حاجات تشجعهم. طب معانا مداخله بس من استاذ عبد السلام من العمريه. الو. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بيك معانا. ايوه انا معاك يا حضرتك. اتفضل. ماشي، بقول لحضرتك. ايوه سامعاك. لو سمحتي والله. اتفضل. دلوقتي الناس اللي هم في العمريه بيحملوا من المحطه، بيقول لهم ان الاجره زادت وبامر من السيد المحافظ 25%، وبيتخانقوا مع الناس وبيلفوا بيهم بالعربيات وبينزلوهم، وما عادش في اي حد خالص بيتفاهم مع اي حد. فايه راي حضرتك يعني؟ يعني الناس بتفتش بعض وهم ماشيين، والناس بتاخد من بعض وبتخطف وتجري والموتوسيكلات. ما هو للاسف دلوقتي في اطار عدم وجود تواجد امني بقى كل واحد يعمل اللي يريحه، بيقول هو كده، او فلان اللي قايل، او الشخصيه اللي قايله. بقى كل واحد بيعمل اللي على مزاجه ومحدش قادر عليه. ما انا هقول لك. ايوه حضرتك سامعني؟ ايوه انا سامع حضرتك معاك. انا عايز اقول لحضرتك حاجه. انا في 12/2/2011 رحت الشرقيه، كان عليه الواحد 200 جنيه و10، والسيد العميد مصطفى امين في مديريه امن اسكندريه سلمني مخالصه بالبريد. انا بكلم السيد المستشار اللي مع حضرتك بس واوجه له السؤال ده، حضرتك يقول لي بس ايه اللي يحصل. اسمعوا. طب يعني اتفضل قول. لو سمحت يا سياده المستشار. معايا؟ ايوه معاك. طيب دلوقتي انا في واحد كان عليا له 200 جنيه و10 من سنه 95، وفي 12/2/2011 مضاني على 76 ايصال امانه على بياض، وبعت لوزير الداخليه وبعتوا لي من مديريه امن الشرقيه، وانا بتظلم دلوقتي من مدير امن الشرقيه والمقدمه اميره فؤاد مقدمه حقوق الانسان، لان العميد مصطفى في مديريه امن اسكندريه جاب لي مخالصه بالبريد، وما زال برضه مش راضيه تحل مشكلتي. طيب. اعمل ايه واروح لمين سياده المستشار؟ ياخد بس ارجو انك توجهني لو سمحت. من كنترول. طيب بص دلوقتي يعني سياده المستشار بيقول لك هترجع للكنترول، هيدوك نمره سياده المستشار وهتكلموا على موبايله بعد الحلقه باذن الله عشان يديك الفتوى الرسميه ورايه القانوني في الجزئيه دي عشان تمام. عشان بس الحلقه. انا بشكرك جدا. طيب نرجع تاني نستكمل ونقول طبعا زي ما احنا عارفين مصر يمكن نسبة يعني وجودها في اكتر الدول عرضة للحوادث نسبة عالية جدا،
فطبعا احنا عايزين نتكلم على الجزئيه دي. يعني لو قلنا يا استاذه ايمان دلوقتي، انا عايز بس اسمحي بس اتكلم على جزئيه الحمله اللي احنا برضو من ضمن الحملات طيب. اللي احنا شغالين عليها، او الشق الرابع اللي انا ما قلتوش، شق حوادث الطرق والادمان. من ضمن الحاجات اللي احنا عملناها مع صندوق مكافحه وعلاج الادمان، وبنعمل برضو الحمله دي على السائقين وعلى التلاميذ والكلام ده كله، ومتضامنين مع حمله بتاعت احنا حاطين اهو رقم الموبايل على الشاشه، اللي حب يتواصل طبعا مع الجمعيه او مع اي حد من افرادها يقدر يتصل على الارقام دي مباشره في يعني مزيد من التفاصيل، وهي حتى اي جزئيه قانونيه برضو يعني هم هيتكفلوا بيها. امره في اي وقت. اتفضل كمل. ففي الحمله اللي عاملها الدكتور عمرو خالد، حمله اوعى اللي هي الحمايه من المخدرات، في الشق بتاع المخدرات واثروا على حوادث الطرق. احنا بنشتغل مع صندوق مكافحه وعلاج الادمان ومع الدكتوره نجوى خليل فعلا تناول عقاقير طبعا بمختلف انواعها والمخدرات، واللي نقدر نقول حتى الكحوليات لها تاثير جامد جدا على حوادث الطرق بالظبط، خاصه بالنسبه لفئه معينه عمريه وهي فئه الشباب. فده احنا مدخلينه في الحمله بتاعت طريق كورنيش، وشغالين مع الحمله بتاعت اوعى بتاعت الدكتور عمرو خالد، والشق ده برضو مدخلينه من ضمن الركائز. طب ده برضو في اطار برضو التوعيه من داخل المدارس، يعني بتتناولوا الشقين مع بعض، التوعيه المروريه جنب يعني المحافظه على طبعا الصحه من خلال ابتعاد عن المخدرات وما ينتج عنها من اثار في كل الجوانب، مش مجرد على حوادث الطرق. تمام. طيب احنا معانا اخر مداخله تليفونيه هناخدها بقى النهارده عشان وقت برنامجنا من الهام. الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بيكي معانا. اهلا بيك يا ستي. اتفضلي. كنت عايزه اقول حاجه بس طولي بالك معايا شويه. اتفضلي. دلوقتي انتوا في البرنامج بتاع ده يعني اتقال مشاكل من جميع الاشكال يعني. وكله بيتحط الذنب على الانفلات الامني. في انفلات امني، هو مش ذنب، هو احد العوامل اللي مؤثره. بس انا هقول لك على حاجه. احنا بدل ما نقول كده ان عشان كل حاجه ما فيش امن لا، احنا ندور على المشاكل ونحلها من اساسها. المدارس مثلا، يعني انا بشوف المدارس وبشوف الاولاد ساعه ما يطلعوا من المدارس ابص الاقي انا بقف واستغرب اقول يا ربي المدرسه دي هتطلع كام بلطجي. لازم تضغطوا، لازم مش المدرسين، الاخصائيين الاجتماعيين والمدرسين وكله دلوقتي ان تطلع شباب نضاف محترمين متدينين يعرفوا ربنا ويتقوا الله. حضرتك بقى بتتكلمي عن التربيه في المنزل والتربيه في المدرسه. وفي المدرسه. وطبعا التعليم اللي هو عماد كل حاجه. التعليم عماد قبل كل حاجه، بس انا قبل ما اعلمهم 1 2 3 اعلمهم حافظ على الشارع وانت طالع، ما تعملش صوت وتزعج السكان وانت طالع. بيلعبوا بالعلب الكنز والمش عارف ايه، وينطوا على العربيات ويقطعوا من الشجر عشان يضربوا بعض. انا كل شويه اشوف، لان قريب منا مدرسه، اقول يا ربي العيال دول بيرموا بعض تحت العربيات، وبعد كده يجوا الناس للاسف ما فيش وعي كفايه. يعني في رايك ننشر الوعي زياده في جزئيه المدارس تحديدا. العيال يزقوا بعض والولد يقع والعربيه مثلا تفوت عليه ولا تخبطه ولا حاجه ويمسكوا في اللي سايق العربيه. طب انا عامه احنا وصلتنا طبعا وجهه نظرك، انا بشكرك جدا على هذه المداخله، وصلتنا وجهه نظرك طبعا اللي هي طب اتفضلي عشان هنقول كل واحد فيكم هيقول اخر جمله بقى عشان وقت برنامجنا. اتفضلي. احنا بنبذل مجهود جامد جدا في المدرسه، على فكره انا مدرسه وببقى واقفه اشراف وكده، بنبذل مجهود فظيع، بس الولاد نفسهم هم لا، الولاد فظاع وبقى في عندهم طاقه عاليه جدا. يعني احنا بنفضل متابعينهم، مثلا بنطلع سيارات المدرسه الاول وبعد كده سيارات خارجيه، يعني بيبقى في نظام واحنا بنطلع الولاد. تيجي مثلا في لحظه يعني سيارات المدرسه نازله تلاقي كله نازل، فبيبقى كل واقف وشغالين. احنا على فكره بنبذل مجهود جامد جدا وبنتعب جدا قوي مع الولاد. خلينا واقعيين برضو، ممكن يكون في مدرسه اللي انت فيها، لكن في بعض المدارس الاخرى يعني مش كله، بس هي وجهه النظر. كل زمايلي كده بس لا هي وجهه النظر يعني طبعا انا فاهمه وجهه نظرك، لكن وجهه النظر فعلا احنا عايزين نقولها صراحه ان التربيه في البيت بيبقى لها تاثير، وبتكمله هذه التربيه في المدرسه بيبقى لها تاثير. يعني مش هنضحك على بعض. ايوه طبعا. يعني ده برضه ما بيبقوا في دماغهم اصلا. يعني دلوقتي مثلا لما يعني زي
زي ما هي يمكن قالت المشاهده، يعني ولد بيزق ولد على عربيه. طب ده يعني دلوقتي انا لو جه حكى لي مثلا ابني حاجه زي كده هقول له برافو عليك وحصل ايه، ولا مثلا هقول له ده خطا، ده انت بتاذيه، ممكن هو نفسه يعملها معاك. يعني برضو في نوع من نشر الوعي. طب نقول سريعا كده جمله كل واحد منكم عشان وقت برنامجنا بالنسبه لجزئيه طبعا التوعيه وبالنسبه لجزئيه موضوعنا النهارده من خلال الجمعيه. قول يا محمد. عايز اقول ان انا احب اشكر كل المداخلات اللي دخلت دي، لان المداخلات دي بتوجهنا وبتورينا ايه المشاكل الموجوده على الارض بحيث ان احنا نقدر نتعامل معاها. وانا بطلب من كل المشاهدين ان هم يتواصلوا معانا، يدخلوا على الفيسبوك على الجروب بتاعنا الجمعيه المصريه لإعادة ضحايا الطرق واسرهم، ويكلمونا على تليفوناتنا وطبعا الارقام اللي على الشاشه زي ما احنا قلنا برضو، وفي الايميلات بتاعتنا لو يحبوا يتواصلوا عليها، لو ينفع اقولها مفيش مشكله. اوكي تمام. انا الجروب بتاعنا ايفراف EAVRAF@yahoo.com. تمام. طيب ناديه بقى معانا كده ايمان. عايزه اقول ان طبعا كلنا بنستعمل الطرق، كلنا مستعملين الطريق، معنى كده ان كلنا معنيين بالطريق طبعا. فبقول ان احنا كل الجهات احنا اشتركنا مع كل الجهات على اساس ان يعني احنا لما كلمنا مثلا زي وزاره السياحه، طبعا وزاره السياحه يعني كل اهتمامها مثلا بالساعه الاوائيه بالكلام ده كله كده، لكن طبعا حوادث الطرق من الحاجات المهمه جدا في السياحه. بالنسبه للتربيه والتعليم طبعا حوادث الطرق مهمه، بالنسبه للبيئه مهمه، بالنسبه للصندوق معالجه احنا كانت يعني عايزه اوصل لحضرتك فكره ان الجمعيه كانت بتعمل تشبيك لكل دول، وفعلا جمعنا معظم. تمام. طب ناخد بقى كلمه سريعه عشان وقت البرنامج بتاعنا خلاص. انا عايز اقول معا للحد من حوادث الطرق، بمعنى معا للحد من حوادث الطرق، بمعنى ايه؟ بمعنى بلاش كل واحد يرمي اللوم على غيره. نبدا بنفسنا الاول ونشوف ايه الاخطاء اللي عندنا نحلها، نخلص الاخطاء اللي عندنا، وبعدين بعد كده نبص للاخرين. صحيح. بكده هنقدر الحمله بتاعتنا نقدر ننقذ، نعمل شيء. بلاش دايما نرمي اللوم على غيرنا الآخرين. ونسيب نفسنا. انا طبعا بشكركم جدا واتمنى لكم يا رب التوفيق، وفعلا يعني جمعيه يمكن بتقوم بهدف راقي وهدف سامي، ويا ريت نحاول كلنا مع بعض نتعاون من اجل فعلا محاوله تقليل من حوادث الطرق. طبعا زي ما احنا قلنا في الاول كتير جدا بيمشوا عكس الاتجاه، كتير جدا بيمشوا سرعات جنونيه. طبعا في ناس بتحاول انها تتعامل معاهم، لكن في بعض للاسف الناس بتبقى نتيجتها بلطجه، وزي ما بيقول مجرد واحد يقوم مطلع مطوه. فطبعا الناس ما زالت في نوع من القلق من اللي بيحصل في البلد في الوقت اللي احنا فيه، من خلال برضه هنقولها بصراحه يعني تقليل التواجد الامني ده له تاثير كبير، ومش هننكره، ومش يعني زي ما احنا نقول هنعمل زي النعام ونحط راسنا في الرمل، ولكن بنحاول احنا على قد ما نقدر كمواطنين نقوم بالواجب بتاعنا عشان نسهل برضه عمل الشرطه. مشاهدينا اتمنى تكونوا استمتعتوا معانا بحلقتنا النهارده، بنشكركم ونقابلكم دايما في حلقه جديده وقضايا جديده بتهم كل شبابنا وكافيه الشباب.